في عز أغسطس سنة 2003 في القاهرة كانت بتغلي من السخونة والزحمة والناس بتهرب من الشمس بأي طريقة، وكل واحد بيجري على مشاويره وهو عرقان. لكن في واحد في وسط الزحمة كان ماشي بخطوات محسوبة، رايح على بيته وشايل أسرار ومعلومات وكلام يمكن ما كانش لازم يوصل للناس. والواحد دوت اسمه رضا هلال، الصحفي المعروف ونائب رئيس تحرير الأهرام، واحد من اللي بيكتبوا في السياسة والدين والسلطة من غير ما يلف ولا يدور، وبيقول اللي في دماغه وبيكتب مقالات دايما بتفتح النار. وكان في ناس بتقرأ له بحذر وناس بتكرهه. دخل عمارة رقم 13 في شارع شريف، مبني قديم من بتوع وسط البلد، وبابه حديد وسلمه رخام، وريحة التاريخ باينة في كل حيطة من حيطانه. دخل وهو لابس بدلة خفيفة ومعاه شنطة وفيها أوراق. دخل والبواب قال له مساء الخير يا أستاذ رضا، رد عليه بابتسامة وطلع، وما طلعش تاني ولا نزل ولا حد سمع صوته من بعديها، ولا حتى فتح باب شقته. إن الراجل دخل في حفرة سودا، أو كأن باب العمارة بلعه، أو كأن الأرض اتفتحت من تحته وقفلت عليه. اختفى، اتبخر، اتسرق من الزمن، ما نعرفش عنه حاجة لغاية دلوقتي. الناس بدأت تقلق، وجرايد كتبت خبر صغير وهو اختفاء صحفي بجريدة الأهرام، بس بعدها الخبر اختفى زي سحبه، والناس اللي كانت بتدور عليه اتشالوا من الطريق واحد واحد. وكل ما حد يفتح الموضوع يتحط له حاجز، وكل ما حد يسأل يتقال ملناش دعوة. والشرطة عملت محضر وقالوا هنجري تحريات، بس التحريات ديت ما وصلتش لأي حاجة، ولا كاميرات رصدت، ولا شهود شافوا، ولا صوت سمع. والأغرب من ده كله إن الكمبيوتر الشخصي بتاعه اختفى، الكمبيوتر اللي كان عليه كل حاجة وكان عليه كل شغله، اللي فيه مقالاته وتحقيقاته ومسوداته كلها، اتمسح. كأن اللي عمل هو اللي عمل العملة ديت، ودخل ياخد الملف ويخلص على اللي كاتبه. كأنها مش جريمة اختفاء، كأنها عملية منظمة، كأنك قدام جهاز مش بني آدم. جمال أخو رضا راح يومها وما هداش، ودق على كل باب دخل وكل وزارة، قابل كل مسؤول، لكن نفس الرد وما عندناش معلومات. ومر الوقت، أمه ماتت وهي مش عارفة ابنها راح فين، وأخوه قال في أكتر من لقاء اللي حصل مش طبيعي ومش بشري وكمان مش عادي. دي مش غلطة ولا حادث، ده اختطاف حقيقي، واختطاف على مستوى عالي جدا. والناس في الأول قالت يمكن ده سفر، أو يمكن اختفى بإرادته، لكن هدومه موجودة ونظرته موجودة، حتى فنجان القهوة اللي كان بيشربه الصبح لسه موجود زي ما هو، بس الكمبيوتر مش موجود. طيب ليه ومين اللي أخده؟ لو كان ساب البلد خرج إزاي من غير ما حد يشوفه؟ ولو مات طيب فين جثته وفين ريحته وفين خيط يدل عليه؟ فين أي شيء؟ ولا كأنه كان موجود من الأساس خالص. والملف اللي كان شغال عليه قبل اختفائه كان عن تنظيم ديني سري للغاية، عن ناس بتشتغل تحت الأرض، عن تمويل خارجي، وعن علاقات مشبوهة بين جهات داخلية وخارجية، وعن حاجات ما ينفعش تتقال. واللي عرفه إنه شغال على الملف دوت كان ممكن يعتبره خطر، وخطر لازم يتشال مش يتراقب، مش يتمنع، لأ ده يتشال خالص. وأفضل طريقة تشيل بيها حد إنك تمحيه من الوجود، وما يكونش ليك عليه دليل ولا جثة ولا صوت ولا حتى صورة. مش بس كده يا صديقي، ده في شائعات طلعت بعده، وناس قالت شافوه في سجن مش معروف، وناس تانية قالت اتسجن في مكان ملوش عنوان، وناس قالت اتقتل واتدفن في مدفن تبع جهة أمنية، وناس قالت سافر أمريكا، وناس قالت سافر إسرائيل، وناس قالت قعد في شقة تابعة للمخابرات. بس ولا حد عنده أي دليل على كلامه، ولا في ورقة ولا في تصريح، وكله كلام بيتقال في القهاوي وبين الصحفيين، ويتقفل عليه باب. وكل مرة حد يفتح الموضوع الصوت بيتخنق والرؤية بتغيم، وتتحط سحابة سودا على كل كلمة. رضا هلال ما كانش مجرد صحفي، ده كان ملف ماشي على رجليه، وكل مقال ليه كان فيه رسالة، وكل كلمة بيكتبها كان وراها معنى. وناس بتستناها، وناس بتفك فيها، وناس بترد عليه بغل، وناس بتفكر تشيله. واللي زي رضا هلال مش بيختفوا فجأة كده، مش بيضيعوا،
لأ، دول بيتشالوا وبيتنضفوا من الوجود من غير دم ومن غير صوت ومن غير جنازة. ولمّا تسأل الناس اللي كانت تعرفه يقولوا لك إنه الفترة الأخيرة كان قلقان، وكان بيقول كلام غريب، وكان حاسس إنه متراقب، وكان دايمًا يسيب نسخ من شغله عند ناس، بس النسخ اختفت والناس كمان اختفوا، وكأنك في لعبة شطرنج وكل قطعة بتقع في صمت من غير ما حد يحس. الباب اللي دخل منه رضا هلال اتقفل، والعمارة ما خرجش منها، والكاميرات ما صورتش، والبواب ما شافش، والحيطة ما حكتش، وكأننا بنتكلم عن طيف أو عن كائن اتسحب لعالم تاني، وكأن اللي حصل له مش فيزيائي، كأنه اختفى من التاريخ ومن الورق ومن الميديا، والناس نسيته أو اتقال ليهم ينسوه. ولو حد حاول يفتكر يقول الكلام دوت، الموضوع دوت وراه ناس كبيرة، وراه الناس الكبيرة في أشباح أكتر، واللي بيحاول يدخل في الملف دوت بينتهي أو بيختفي، أو بيتقال عنه إنه مجنون، أو بيهددوه علشان محدش يصدق ومحدش يدور ومحدش يسأل تاني. السؤال المرعب هنا يا صديقي مش هو فين، السؤال المرعب هو مين اللي عايزنا ما نعرفش، مين اللي تعب على إنه يمسح أثره، ومين اللي لسه واقف بيراقب علشان لو حد قرب من الحقيقة يحصل له زي ما حصل لرضا هلال. قضية رضا هلال مش قضية صحفي اختفى، دي قضية بلد فيها ملفات مش مسموح تتفتح، وفيها أبواب لو فتحتها هتطلع منها ريحة موت وغموض كمان وخيانة وقوة أكبر من أي حد عادي يقدر عليها. سنين عدت والملف لسه مقفول، ومفيش نيابة أعادت فتحه، ومفيش لجنة مستقلة، ومفيش حتى وثيقة رسمية بتقول هو فين، واسمه اتكتب على حجر صغير في نقابة الصحفيين، وهي المختفي قسرا، وكأنها نهاية رمزية، بس الحقيقة أكبر من كده بكتير. في دول بتختفي وناس بتختفي، وفي دول بتسجن ناس، لكن اللي حصل مع رضا هلال كان محو كامل، محو ناعم من غير دم، من غير خبر، من غير جثة، من غير أي أثر. واللي يعمل كده مش فرد ولا حتى مؤسسة، ده نظام كامل، ونظام عارف يخبي ويمحي ويسكت مين. بس السؤال يا صديقي اللي هيفضل دايما موجود بين سطور الجرايد القديمة، وفي عيون الصحفيين اللي لسه فاكرين، وفي ملفات اللي ما اتقفلتش بجد، هل رضا هلال فين؟ وهل يوم من الأيام هيتفتح الملف، ولا هيفضل سؤال بلا إجابة يتحكي في القهاوي ويتكتب في بوست ويتنسي تاني يوم زي ما اتنسى من أول يوم دخل العمارة وما خرجش خالص؟ بُص يا صديقي، هاقول لك على حاجة، في كتير جدًا من الحوادث اللي بُص يا صديقي، في حوادث جدًا وحكايات حصلت مشابهة زي قضية رضا هلال بالضبط، ولكن مش شرط يكون إيد بشرية موجودة فيها، ممكن تكون إيد تانية خفية أو طيفات إحنا مش شايفينها ولا عارفينها. أأكد كلامي إني باقول لك مش شرط تكون إيد بشرية، ممكن تكون حاجة إحنا مش شايفينها، حاجة إحنا مش عارفينها، وما نعرفش برضه كل واحد دخله إيه، ولا كل واحد كان بيعمل إيه في حياته يوصّله لكده. وبس كده، سلام.